معكم زينب الزيتوني، مؤطرة من دار الشباب حي السلام، جمعية الأمل للمرأة والطفل. كل سنة كنحتفلوا بهاد النساء البارعات ما شاء الله المتفوقات ديال ورشة الطبخ والحلويات. شرفنا السيد رئيس البلدية بالحضور ديالو في هذا الحفل البهيج اللي حنا جد سعداء بالحضور ديالو، وكنشكروا الإدارة الساهرين على هذه المؤسسة، وكنشكروا جميع المستفيدات اللي ما شاء الله عليهم تفوقوا وتميزوا هذه السنة هذه. وزعنا عليهم الشواهد اللي هي معتمدة اللي كتخليهم أنهم يدخلوا لسوق الشغل. اليوم احتفلنا به بالسيدات المستفيدات ديال السنة الفائتة، وهاد السنة هذه إن شاء الله اليوم افتتحنا هذا الموسم ديال 2024-2025. غدا إن شاء الله غادي تكون أول حصة. مرحبا بجميع الناس ديال القصر الكبير والنواحي. عندنا الطبخ والحلويات العصرية والتقليدية، وعندنا كذلك الفصالة والخياطة وتحفيظ القرآن الكريم. مرحبا بالجميع، كنرحب بكم بهذا المنبر ديال القصر الكبير بريس. كنشكركم بزاف. بسم الله. كنشكروا السي رفيق الفلاح على هذه الاستضافه، كنشكروا الموقع الالكتروني بريس قصر الكبير. كما كتعرفوا اليوم نحن في حفل تخرج المستفيدين والمستفيدات من ورشة مؤسسة دار الشباب حي السلام. منذ تسلمنا قرار استقرار هذا المرفق ونحن نشتغل ببرنامج سنوي نعمل من خلاله على تكريس فلسفة المبادرة الوطنية البشرية، وبشراكة مع المجلس الجماعي من إنشاء هذا المركز وكيفية إخراجه للساكنة والمستفيدين في قالب اجتماعي تربوي ثقافي رياضي يبلور مجهودات الدولة للنهوض بالفئات الهشة، وكذا وضعية المرأة وإدماجها في المجتمع بالطريقة التي تستحقها. اليوم كما كتعرفوا حنا جد فخورين بحيث تخرجوا واحد العدد ديال الخريجات في مادة الطبخ والحلويات وفي مادة الخياطة والفصالة، وكذلك لدينا عدة أنشطة غير الأخ عبد القادر القيوري اللي كنشكره من هذا المنبر اللي يعد هو اللبنة الأساسية في هذه المؤسسة. تقريبا ما خلي لي ما نقول. المهم انا نزيد اضافه صغيره، هو ان هذا المركز يعني كيشتغل ليل نهار على واحد مجموعه الانشطه، يعني بخلاف الخياطه والفصاله والطبخ والحلويات كاينه انشطه ديال حفظ القران الكريم بالنسبه للصغار، كاين انشطه ديال حفظ القران الكريم بالنسبه للكبار النساء. وكنتمنوا من هذه المؤسسه تؤدي الواجب اللي عليها، وكنشكروا الجميع بما فيهم الناس اللي ساندونا من المجلس الجماعي مبادره وغير ذلك. شكرا جزيلا. شكرا.